بيتصل فيني محمد حمشو، بيقول لي سجل عندك فلان فلاني فلاني فلان تطردهم من الإذاعة. قلت له ليه؟ قال لي هدول وقعوا على بيان الحليب قلت له هي شغلة شخصية، يعني ليش أنا بدي أطردهم من الإذاعة؟ شغلة شخصية، اصطفلوا رأيهم الشخصي وكذا. قال لي أنت ما بتعرف المعلم، هي كلمة المعلم مرتين قال لي إياها، ما بتعرف المعلم شو رأيه بهذا الموضوع. المعلم يقصد ماهر الأسد. تمام، معلمه ماهر الأسد. المهم أنا حتى ما بلغتهم للموظفين عندي إنه هيك مطلوب مني، ولا طلبت منهم مشان ما يصير عندهم أي قلق. هاي مرة بيطلب مني فيها محمد حمشو، ومرة تانية بيطلب مني كمان محمد حمشو شغلة، مو بيطلب، بيجي لعندي، بيجي على المكتب وبيقول لي كان وقت عاملين بيان، إذا بتذكر فنانين عملوا بيان مصالحة، انه السيد الرئيس بيطلع على درعا وبيبوس رؤوس امهات الشهداء بدرعا بعد جامع العمري، وبيعملوا مصالحة وطنية، وبينكسوا الاعلام بسوريا 3 ايام، يعني بقصد وطني الحقيقة. وكان نضال يعني هو وراء أخوك يعني أخي نضال كان وراء وفرجاني شو الحالة، وأنا وافقت له وبشدة، يعني عسى وعلا أنه تهدى الأمور بالبلد والقتل العشوائي يوقف. بيتصل فيني وحطوا للبيان، وأنا زعته بالإذاعة عندي الساعة 8 الصبح وزعته الساعة 10، الإذاعة الوحيدة اللي زعته. بيتصل فيني كمان محمد حمشو اللي جاي لعندك، بيجي بيهدد باسم ماهر الأسد ونضال وباسم و اللي هن البلد إلى فضل عليهم. عم بيوصل لي رسالة انه هدول عقابهم شديد. طبعا انا اتصلت باخي نضال، قلت له وينك انت؟ قال لي بالبرامج عم نعمل مونتاج، ما بعرف شو. قلت له تعال المكتب. اجى نضال، قلت له الموضوع هيك هيك هيك، تصرفوا بحنكه، يعني فرجوه انه طلعوا على الهواء وقولوا نحن ما قصدنا اساءه لحد، بالعكس هذا مشروع وطني نحن عم نطرحه. موقع عليه مين كان للبيان؟ حتى دريد لحام موقع عليه، يعني اغلب فنانين موقعين عليه. بس ساعه اللي صار هذا الموضوع اخذ بعد اخر، كله صار ينسحب، يتصل ينشروا له اسمي، انتم بالغلط منزلين لي اسمي، صاروا يمحوا اسمائهم. المهم طلب وقتها نضال وباسم بتذكر انه يطلعوا حكوا مع معني جندي، كان رئيس محطة تلفزيونية، مدير التلفزيون، وقالوا له بدنا نطلع، قال لهم انتم بالذات يعني ممنوع تطلعوا على اي قناة اعلامية سورية وطنية. شو هالحكي؟ يعني فصلوهم عن المجتمع، حكوا مع دنيا، حكوا مع انا حكيت وقتها مع محمد حمشو، مو هو اجى لعندي، اتصلت فيه قلت له انت جيت؟ قلت له انا وصلت الرساله وهن حيعبروا عن رايهم، يعني قال لي ممنوع يطلعوا. اتصل فيني يمكن 11 بالليل و10 بالليل، قال لي خليه يجوا على القناه. طلعوا وقتها بتذكر وصاني نضال باسم، قال له لا يعني تروح لبعيد، عم نحكي احنا بمستطيل واحد، انه نحن شو كان هدفنا؟ بدنا نمجد، لا نطلع ولا ننزل. وبالزور يحكي نضال، بتعرف كيف كان وضعه، كان مصاب بالمرض. تمام نضال باخر فترته يعني. المهم طلعوا لهنيك وحكوا يعني في ناس استرسلت بالحكي، ونضال يعني ما كان عاجبه اللقاء يعني المهم طلعوا من هنيك، بعدها نزلوا على اللاذقية مشان المصالحة الوطنية. نعم. هذا اللي صار بفترة نضال كتار ناس